السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. حلقة جديدة من دنيا المطبخ. النهاردة هنعمل مع بعض الكريب. هتبطلي تشتريه تاني من بره بنص التكلفة، هتعمليه في البيت ناجح وجميل وكمان اقتصادي، والحشوات زي ما انت عايزة. بس قبل ما نبتدي الفيديو تنزلوا حالا تحطوا لايك، ولو مرة بتشوفوني تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل الاشعارات بالوصفات الجديدة اللي هنزلها. يلا بينا دلوقتي نروح على المقادير نشوفوا المقادير ايه وكمان عملته ازاي. اول حاجة في المقادير معايا كوبايتين لبن، ومعايا كوبايتين دقيق. كل المقادير معايراها بالكوبايه اللي هي المج العادي بتاع الشاي. واللبن تقدري تحطي كوبايتين لبن، انا حاطه كوبايه ونص لبن عليها نص كوبايه ميه. تقدري طبعا تحطيها كلها ميه او نصها ميه ونصها لبن. ومعايا معلقه ملح ومعلقه سكر ومعلقه خل وثلاث معالق زيت. اول خطوه بقى بعملها بحط الخل على اللبن عشان يتقل معايا ويديني نتيجه احسن. وبحط كمان الملح الملح والسكر على الدقيق، والزيت كمان هخليه هتشوف هحطه امتى. دلوقتي بقى اول حاجه هجيب الخلاط، طبعا هشتغل بيه. عايزه تشتغلي بالمضرب اليدوي بس يعني انا بفضل الخلاط. دلوقتي بقى حطيت اللبن، هحط عليه الدقيق. ما تحطيش الدقيق الاول عشان ما يتقلش في الخلاط. ودلوقتي حطيت كمان الزيت، وهبتدي ان انا اضربهم ضرب جامد كده لحد ما ينعم معايا خالص ويديني قوام سائل كده ناعم، ما فيهوش اي تكتلات. عشان كده بقولك سهلي على نفسك واعمليه في الخلاط. اول ما بضربه كده بعد ما بخلص ضرب يعني في الخلاط لازم اعديه على مصفى عشان اي حاجه ما اتضربتش كويس المصفى ما تعديهاش، فيبقى معايا قوام ناعم. ببتدي بقى هنا ان انا اصفيه زي ما انتم شايفين كده. هو الصراحه ناعم، ما فيش اي حاجه خالص خرجت في المصفى. بس لازم تعملي الخطوه دي، خطوه مهمه جدا عشان يطلع معاكم ناعم جدا. بعد ما صفيته كده هوريكم ازاي تعرفي ان المقادير بتاعتك مظبوطه. اول حاجه بيبقى القوام بتاعه زي ما انت شايفه كده. اول ما تحطي صباعك كده على الاسباتيول يعمل الخط اللي انتوا شايفينه ده كده يبقى المقادير سليمه معاكي ومظبوطه. لو هو غير عن الشكل اللي انتوا شايفينه ده يبقى فيه نقص، يا اما في الدقيق يا اما في السوائل، طبعا على حسب ما هو تقيل او خفيف. لازم يتسيب بقى في التلاجة يرتاح لمدة نص ساعة على الأقل عشان يديني قوام ناعم زي ما انتوا شايفين كده. لازم بقى بعد ما خرج دلوقتي هو خرج من التلاجة لازم احطه في حاجة تكون ليها بوز عشان اقدر ان انا اصب منها او ما تبهدليش الدنيا. دي احسن طريقة ليه يعني، اما طبعا بالكبشة زي ما احنا يعني كنا بنعملوه زمان كده. او ممكن تحطيه في ازازه كمان لو انتوا يعني ايه ما عندكوش حاجه ببوز زي دي. اول حاجه بقى في طريقه التسويه بتاعته زي ما انتوا شايفين، دي طريقه انا عملتها يعني على البارد. الطاسه بتاعتي طبعا تكون تيفال او جرانيت، ما تكونش بيلزق فيها الاكل، ده اهم حاجه. ولو انتوا عايزين تعملوها في ألمونيوم يعني ممكن تجربوا ان انتوا تدهنوها بالزيت. زي ما انتوا شايفين هي على البارد. دي طريقة الصراحة كنت أول مرة أجربها. بتحطوا بقى كده شوية وتدوروها كده لحد ما تاخد الشكل الدائري وترفعوها على النار متوسطة. بس الصراحة الطريقة دي ما عجبتنيش قوي. أنا طول عمري بعملها إني عادي الطاسة بتبقى سخنة شوية، مش سخنة قوي بس بتبقى سخنة شوية. دي يعني هي ناجحة. بس زي ما انتوا شايفين هي يعني ايه عملت من تحت طبقة كده. طبعا مكان ما هي سخنت وهي العجينة فيها. بس انا بفضل ان تكون الطاسة سخنة شوية. اول ما بتاخد اللون الذهبي ده بقلبها على الوش التاني. وزي ما انتوا شايفين هي بردك ناجحة وجميلة. طبعا بتخرجيها على فوطة زي ما انتوا شايفين، فوطة من تحت الطبق من فوق الطبق، ومن فوقيها كمان تغطيها بباقي الفوطة كده مقسماها. دي بقى تاني طريقة اللي انا متعودة عليها طول عمري وبعمله بيها وبيطلع ناجح جدا وجميل وسهل جدا كمان. بلف بقى كده العجينة بالطاسة، وبرضك بمسح مسحة الزيت دي الاول. يعني ما بين كل كريباية وكريبايتين تلاتة بمسح مسحة زيت زي ما انتوا شايفين. اول ما نزلت كده شفت على طول وخلصت معايا بسرعة. اول ما بتيجي تخرج كده من على الحروف ببتدي ان انا احاول ان انا اقلبها الناحية التانية، بعرف كده ان هي استوت من الوش ده. ما بتاخدش على فكرة يعني دقيقة كده ودقيقة على الوش التاني.
بوريها لكم بقى اول ما لونها بيشف كده وبتبتدي ان هي تعمل فقاقيع صغننه كده. دي كده خلاص اقلبيها زي ما انتوا شايفين. بقلبها بس هي سخنه جدا، بحاول ان انا اقلبها الناحيه التانية اهي. هقلبها خلاص، هي خدت لون حلو. بعد ما قلبتها كده ما بتاخدش بردك دقيقه على الوش ده، وطبعا النار تكون على نار متوسطه عشان ما تتحرقش منك. واول ما بتطلع بتطلعيها بردك على الفوطه على طول. هي عملوا معايا 6 كريبات ومعاهم واحده صغننه كده، يعني يعتبروا 6 حجم، 6 حجم كبير. تمام. دلوقتي بقى بعد ما خرجتهم وخلصت كل الكميه بوريكم بقى عملته ازاي، وشايفين طري قد ايه. بجد جميل جدا وناجح. عملوا معايا 6 حجم كبير زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو. بصوا بقى بلفه كده في ايديا وبكرمشه، ولا بيتقطع ولا بيحصل فيه اي حاجه. ناجح جدا وجميل، مش مجلد ولا اي حاجه. طبعا هو من غير بيض وناجح وما فيهوش اي مشكله. دي الصغننه اللي انا قلت لكم عليها، دي هنعملوها حلو. هتشوفوها في الاخر عملتها ازاي. دلوقتي بقى معايا الحشوات بتاعتي. معايا الجبن، معايا جبنه موزاريلا وجبنه تركي او اللي هي الرومي، ومعايا بسطرمه، ومعايا بطاطس محمره وطماطم مخليه اللي هي متشال منها القلب، ومعايا فلفل وكاتشب ومايونيز. اول حاجه بقى بجيب في التقفيل بتاعه، يعني بجيب الطرف كده بقلبه. عايزه تعمليها نصين اعمليها، بس يعني انا هو الطاسه ما كانتش كبيره قوي، فهيبقى صغير لو انا قسمته نصين. لو انتي الطاسه كبيره عادي اقسميها نصين وحطي الحشوه بتاعتك ولفيها برضو. انا بقى تنيت حته صغيره كده من تحت. ودلوقتي بقى بحط كاتشب ومايونيز معلقه ومعلقه، وبحط الجبن. ودلوقتي هحط الطماطم زي ما قلت لكم متشال منها القلب ومتقطعه عشان ما تنزلش ميه كتير، ورشه فلفل. بردك الفلفل متقطع حتت صغيرة، اهم حاجة التقطيعات بتاعتكم تبقى صغيرة. ودلوقتي هضيف البسطرمة، وتقدري تعمليه بأي نوع حشوات انت عايزاه. فراخ، جمبري، طبعا صدق، زي ما انت عايزة. بس احنا يعني النهاردة عملته بالبسطرمة والبطاطس لان دول نوعين كانوا هم طالبينهم. ودلوقتي بقى برضك هحط تاني كاتشب ومايونيز، والحشوه بقى زي ما انت عايزه. طبعا بتبقى احسن من حشوات بره بكتير، لان بره ما بيبقاش محشي بالطريقه دي. بتظبطي بقى الحشواتك على طريقتك، وبترجيها قافله الناحيتين بتاعته. الناحيه الاولانيه كده، وتضيف عليها الطرف التاني وتتنيهم كده، ويبقى كده هو جاهز على اخر تسويه ليه. وتاني واحد بعمله معاكم بالبطاطس عشان تعرفوا كل الحشوات انا عملتها ازاي. هي مفيهاش اي مشكله، سهله جدا وبسيطه. بحط الكاتشب والمايونيز، وكمان بضيف عليهم الجبن زي ما انتم شايفين كده. موفر جدا وجميل. وبحط كمان البطاطس. ولو انتوا حسبتوا التكلفه بتاعته الصراحه يعني يعتبر والله اقل من النص، اقل من النص اللي احنا بنشتروه. دلوقتي بقى زي ما انتوا شايفين حطيت الطماطم والفلفل والبطاطس، وهحط كمان رشة جبنة كمان، وهضيف كمان كاتشب ومايونيز بردك من على الوش. هنا انا ما حطيتش، مش مشكلة، عايزين تحطوا تاني حطوا. وقفلوها بردك الطرفين على بعض كده، وكده هي جاهزة معايا تستوي اخر التسوية بتاعتها الاخيرة. برفعهم بقى على نفس الطاسة اللي انا عملته فيها، او انتوا عايزين تعملوه في جريلا مفيش اي مشكلة. برفعه كده عشان ياخد اللون الحلو من تحت، والجبن تسيح كده، والمكونات كلها تاخد من بعضها. ببتدي ان انا اقلبه على الوش التاني اول ما بياخد الوش الذهبي اللي من تحت ده. بس اول حاجة انا بحطها على الوش المقفول عشان يتمسك من جوه الحشوة ومتقعش مني. بعد كده بقلبه على الوش المفتوح زي ما انتوا شايفين. تحفة جدا وجميل. دلوقتي بقى خلصت كل الكمية اللي معايا، وقدمته بقى بالطريقة دي. قفلته كده بالورق السيلفر من تحت زي ما احنا بنشتروه من بره، عشان ما يبقاش فيه اي اختلاف. والله العظيم ده احسن بكتير. شايفين كده الحشوات تحفة قوي، وطبعا ما شاء الله مليان غير اللي احنا بنشتروه من بره. والعجينة ناجحة جدا من غير بيض، وجميلة جدا ما فيهاش اي مشكلة. شايفين بقى عمل معايا 6 كريبات جمال ازاي. وكمان عمل معايا الصغننه دي. يا ريت بقى اللي هي المسكره هتت على شوكليت وفراوله. يا ريت بقى متنسوش اللايك والاشتراك في القناه، وتفعلوا زر الجرس. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، واقول لكم مع السلامه، باي باي.